معايا هنا كيلو من الكوسه. الكوسه دي جايباها صفحه كده وجميله. هبدا ان انا اشيل القمع اللي فوق والقمع اللي تحت، ومش هقشرها خالص. ليه مش هقشرها؟ لان فايدتها كلها في القشر، والمعلومات دي عند دكاتره التغذيه. تمام. بدات ان انا احطها في المصفى زي ما انتم شايفين، وممكن نغسلها على الحوض طبعا قبل ما نستخدمها. بس انا علشان مسكتها بالسكينه ومسكتها بايديا برضو، حبيت ان انا اغسلها بعد ما اخلص. تمام. غسلتها هنا من كل شوائف فيها، واحنا ما ننساش ان احنا لازم نحط المصفى دي تحتيها عشان بيبقى فيها رمله بسيطه ما بتبقاش باينه خالص على الكوسايه من بره. تمام. خلصت كل الكميه بالشكل ده، وهبدا بقى ان احنا نشتغل فيها. يلا بينا. جبت حله، حطيت فيها قطعه من الزبده كده او قطعه سمنه، وحطيت فيها كمان حوالي معلقتين من زيت الذره او زيت الزيتون المتاح بالنسبه لك، مفيش مشكله. اول لما ساحهم مع بعض بدات ان انا انزل بالكوسه بتاعتي. ماشي. هديها تشويحه كده محترمه فوق وتحت لحد ما تتغلف كلها بالماده الدهنيه زي ما احنا شايفين كده. تمام. عايزه اقول لكم بجد الطريقه دي هتعتمدوها. والوصفه الثانيه اللي انا كنت عاملاها ني في ني، عايزه اقول لكم جايبه 3 مليون، وادخلوا شوفوا على الصفحه هتلاقوها ما شاء الله. حطيت هنا معلقه كبيره من الثوم المفروم ومعلقه كبيره من البصل المفروم. تمام. وبدات ان انا اقلبهم وغطيتهم شويه علشان كل حاجه تشرب من بعضها، وكمان تدبل معايا الكوسه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تمام. ما نسهاش عليها بس عشان ما تاخدش لون. انا كنت متعمده ان انا اديها اللون الذهبي اللي تحت ده عشان بس ما تتحرقش منكم. ليه انا غطيتها؟ عشان تنزل كل السوائل اللي فيها وتشربها، ما تنزلش مع الصينيه اللي انا هعملها السوائل اللي فيها. بدات ان انا احط التوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسود وثوم باودر وبصل باودر و7 بهارات، وبدات ان انا اقلب واغلف كل الكوسه بتاعتي بالبهارات. تمام. في المرحله دي دوقوها بيبقى طعمها تحفه. هنبدا نعمل ان احنا هنبدا نعمل اللحمه المفرومه. تمام. بدات ان انا احط نص كيلو لحمه مفرومه، وكان عندي بصل مفرز حطيت عليها كده بصلايه، وبدات ان انا افك كل حاجه من بعضها. وبعد ما فكت وبدات ان هي تستوي، بدات ان انا احط عليها فلفل اسود وملح بس، ما حطيتش اكتر من كده. انتوا عايزين تضيفوا توابل بقى دي حاجه ترجع لكم انتوا. معايا هنا كيلو من الحليب. تمام. الحليب ده كان مفرز عندي، فسبته هنا في قلب الحله على النار علشان يفك. ورحت جايبه حوالي 3 كبشات كبار كده بمقدار كوبايتين 2 من مج الشاي. تمام. حطيتهم شوربه، والشوربه دي عليها الوش الدسم بتاع مثلا اللحمه لو انت عاملاها بتاعت بط، لو انت عندك، لو عندك فراخ. انا كان عندي شوربه فراخ فحطيت حوالي مجين، وكله ني في ني كده. حطيت حوالي 4 معالق من مش حوالي بالظبط 4 معالق كبار من الدقيق. تمام. وكمان حطيت مكعب مرق الدجاج، وده اختياري. تمام. لو مش عايزين تضيفوه خلاص مفيش مشكله. حطيت كمان مكعب من الزبده. تمام. هبدا اقلب كل ده في بعضه واسيب اللبن يفك خالص على نار تكون وسط. اول لما يعني حسيت ان اللبن بدا يفك، حطيت كمان معلقه من الثوم المفروم، ومعلقه كمان من البصل المفروم. تمام كده. وشويه فلفل اسود وشويه ملح. عايزين تضيفوا برضو بهارات من عندكم وتزودوها مفيش اي مشكله، بس انا بكتفي باللي انا حطيته ده في البشاميل اللي بيخلي طعمها رهيب. يا جماعه جربوه بالطريقه دي صدقوني هتدعولي. تمام كده. تمام كده زي الفل. قبل كده ان اللبن يطلع فقاقيع، جبت بقى الطاجن بتاعي او القارب بتاعي ده، بدأت ان انا احط فيه الكوسة بالشكل ده. فردتها طبقات، طبقة بشاميل الاول، وبعدين طبقة كوسة، وبعدين اللحمة المفرومة اللي احنا عملناها سوا مع بعض. وبدأت ان انا اسوي الجوانب وافرد اللحمه المفرومه عشان تبقى مظبوطه. لو وصلنا لحد هنا بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير ومتابعه للصفحه، وتقولوا لي بتتابعوا الفيديو من اي بلد. بيسعدني جدا تعليقاتكم وكومنتاتكم، يا احلى واجمل اخوات ليا في الدنيا. هنا حطيت كمان حوالي معلقتين كده بشاميل في النص عشان برضو يبقى متغرقه بشاميل. عايزين تستغنوا عن الخطوه دي مفيش مشكله. وبدات ان انا ارص بقيه الكوسه على الوش كده زي ما انتم شايفين. الطبقه اللي بعد كده هتبقى طبقه البشاميل. تمام كده. بس نرص الكوسه كويس عشان كل حته ناخدها، كل قطعه نقطعها تبقى فيها الكوسه. انت بتعملي ايه دلوقتي؟ اكيد احنا كلنا عرفنا ان احنا بنعمل كوسه بشاميل. تمام. تبقى كلها ني في ني للناس اللي عايزين يعملوا دايت. حطيت عليها هنا
جبنه رومي او جبنه موتزاريلا المتاحه عندكم، وحطيتها في الفرن، اخدت غلوتين كده مع بعض ووشها احمر بالشكل ده. بصوا انا ما سبتهاش كتير ترتاح، اول لما خرجتها قطعتها على طول عشان التصوير، بس كانت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، سايحه ونايحه وتحفه. واهم حاجه ان الطريقه دي مش هتخلي الكوسه تصر ميه او تنزل ميه في قلب الصينيه بتاعتها، فتبقى مصيصيه كده، او مش عارفه بيقولوها ايه، يعني تبقى ووشها احمر بالشكل ده. بصوا انا ما سبتهاش كتير ترتاح، اول لما خرجتها قطعتها على طول عشان التصوير، بس كانت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، سايحه ونايحه وتحفه. واهم حاجه ان الطريقه دي مش هتخلي الكوسه تصر ميه او تنزل ميه في قلب الصينيه بتاعتها، فتبقى مصيصيه كده، او مش عارفه بيقولوها ايه، يعني تبقى